النهارده بقى هنعمل معاكم الكبده للفطار بقى للعيد كده. كل سنه وانتم طيبين. بطريقه يعني ما شاء الله سهله وبسيطه جدا. انتوا عارفين يعني الكبده ما شاء الله ما بتاخدش اي وقت في السوا. طالعه بقى بالجمال والروعه كده زي ما انتم شايفين. عملت بقى منها كده سندوتشات وسبت بقى كده شويه للي عاوز ايه يغمس يعني بعيش عادي كده. اتمنى بقى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها. ندخل بقى على كل المقادير اللي هنستخدمها عشان ما نطولش عليكم الفيديو. دي بقى كل اللي هنستخدمه في الكبده بتاعتنا النهارده. معايا طبعا الكبده مقطعه انا شرايح كده، وديت كل التوابل اللي هنحطها: كزبره وكمون وفلفل وملح وتوم. ومعايا بقى ليمون وفلفل. الفلفل بقى حسب ما بتحبوه، يعني بارد او حامي. هنحط بقى نتبل الكبده معاكم. نحط بقى عليها التوم والتوابل ونقلبها بقى ايه كويس، ونعصر عليها عصير ليمونتين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعصر بقى عليها الليمون ونقلبهم بقى كويس مع بعض. مبحبش احط على الكبده خل عشان بحسه بيظهر الزفاره كده اللي فيها. لكن التوابل ديت مع الليمون بصراحه ما بتخليهاش لها ريحه اي زفاره. هنقلبها كويس بقى ونغلفها بكل التوابل ديت كده عشان ايه، ونركنها بقى على جنب كده شويه لما تتبل كده شويه، حوالي نص ساعه كده او ساعه. هنا بقى الكبده بقت جاهزه. هنقطع بقى الفلفل بتاعنا. طبعا زي ما قلت لكم بقى الفلفل يعني حسب ما انتوا بتحبوه، بقى بارد او حراق يعني. انا كنت حاطه بس واحد حراق والباقي كان بارد. هنقطعه بقى يعني تقطيعه عاديه شرايح كده. انا حطيت بقى فلفل احمر وفلفل رومي كده ايه اخضر. الخضار ما شاء الله في السوق دلوقتي جميل خالص. الفلفل والبتنجان والكوسه. انا بقى بعد ما قطعت بقى كل كميه الفلفل اللي معايا هنركنها بقى في طبق على جنب. هنا بقى بعد ما الكبده بتاعتي خلاص اتبلت، هنحط بقى طاسه كده او جريلا، وحطيت فيه معلقتين زيت وهنحط معلقه سمنه عشان الكبده بتاعتي ما فيهاش دهون. لو في بقى معاكم دهنه ممكن تحطوا اي حته دهنه بدل السمنه، بس انا حبيت اعملها يعني بالسمنه، بتبقى مخليه طعمها وريحتها حلو. اهم حاجه نسخنها بقى جامد وننزل بقى عليها بالايه بكميه الكبده بتاعتنا. هنفردها بقى كده في الطاسه ونسيبها بقى لما تاخد صدمه كده، وبعدين نقلبها بقى على الناحيه التانية. زي ما قلت لكم يعني ما شاء الله الكبده ما بتاخدش اي وقت في السوا، عشان لو طولت على النار بتبقى بتشد كده في الاكل ما بتبقاش حلو. هنا بقى هنقلبها معاكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعصر برضو عليها ليمون كده وهي في الطاسه. صراحه الليمون بيديها طعم وريحه جميله خالص. هنا بقى ما شاء الله كانت خلاص استوت. هننزل بقى بالفلفل اللي معانا. نشوحها بس تشويحه بسيطه كده بقى بالفلفل وتكون هي كده جاهزه معانا.
الفلفل بصراحة اللي هو الحراق كان مديها طعم جميل بصراحة. هنا بقى خلاص ما شاء الله بعد ما خلاص بقت جاهزة معانا. اوريها لكم يعني من قريب كمان، هي يعني ما شاء الله بقت جاهزة يعني ومستوية. هروح بقى عشان اقدمها معاكم. انا بقى هعمل كده شوية سندوتشات وهنسيب شوية للي عاوز يعني ايه يغمس بقى كده. هي بصراحة بتبقى حلوة اصلا في العيش الفينو ومع جرجير بقى كده ومخلل زيتون. ممكن بقى تقدموها يعني بالطريقة اللي تريحكم، بس انا يعني حبيت ايه اشارك معاكم. تبقى جميلة بقى ديت في الفطار كده يوم العيد. يعني سهلة وبسيطة وما خدتش اي وقت. هنا بقى بعد ما خلصت بقى كل السندوتشات هنحط بقى كده معاها كمان فلفل اخضر كده، اللي حابب بقى ياكل فلفل كده مع السندوتش، ويعصر برضو عليها ليمون. بتمنى بقى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. طالعة بقى جميلة وروعة كده زي ما انتم شايفين. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة.